السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شرح ازاي نعمل تصميمات احترافية ومجانا بالذكاء الاصطناعي. طيب، ايه هي الطريقة؟ طريقة سهلة وبسيطة جدا. انت دلوقتي شفت تصميم مثلا وعجبك وعايز تعمل زيه، او في تصميم في مخيلتك وعايز تعمله، فعايز تنفذه بس من غير ما تصمم انت على اي موقع او برنامج او ما ياخد معاك وقت ومجهود. لا، احنا نعمل كل ده بالذكاء الاصطناعي في مفيش في دقيقتين بالظبط ان شاء الله يكون التصميم جاهز معاك. طيب ازاي؟ هندخل مثلا على موقع بنترست مثلا، ناخد منه فكرة مثلا تصميم علشان ننفذ زيها. مثلا هنسجل دخول، مفيش مشكلة. نسجل بالجيميل. بعد ما نسجل دخول نعمل سيرش على اي مثلا ديزاين احنا عايزينه عشان نعمل زي. ممكن مثلا نختار الديزاين ده، نعمل داونلود ايمج. تمام. نروح على تشات جي بي تي، هنرفع له الصورة دي، نقول له مثلا، هنقول له ايه؟ عايز البرومبت للصورة دي لكن بدون أي كتابة في الصورة أو الديزاين اللي هعمله. تبعت له ايه الكلام ده، هيبدأ يديلك البرومبت. بعد ما ناخد البرومبت هنقول لك هنعمل ايه. تمام. هنروح نفتح اي أداة في بي ان. تمام، ونعمل كونكت. الأداة دي جميلة وسهلة وسريعة كده. تمام. طيب، لحظات تشتغل في بي ان وهقول لك نعمل ايه. كده اشتغل معانا كونكتد. هندخل على ايمج اف اكس. ندخل عليه، ناخد البرومبت ده كوبي. تمام. هنيجي هنا برضه هنسجل دخول بالجيميل عادي جدا. تمام. هنختار من هنا المقاس اللي احنا عايزينه. ممكن انا اختار اي مقاس، بس احنا بنجرب. انا بديلك الفكرة وانت اعمل زيها ونفذ اللي انت عايزه براحتك. تمام. مش هيكمل لحظات وهتلاقي الصور طلعت معاك وهتشوف النتيجة عاملة ازاي. وبيديلك 4 صور كل مرة تختار منهم. بص، تصميمات رهيبة جدا بجد. انت عايز تضيف، بص كمان تصميم والجودة بتاعت التصميم حاجة قمة في الجمال. تمام. طيب، ممكن انت مثلا تقول له على اي تعديل. قول له مثلا قول له مثلا جيد، قول له مثلا ايه، جميل، بس عايز مثلا في الصورة إيه مثلا حاجة تدل على خصم قوي مثلا. بص يعني انت وخيالك اعمل اللي انت عايزه واللي انت يجي في دماغك. تمام. انا بديلك بس الفكرة وانت نفذ زيها، مش هتلاقي حاجة اسهل واجمل من كده يعني. تمام. ده بيعمل لك التصميم في ثواني وبجودة عالية وكل اللي انت عايزه، ولا تفضل تعدل على الصورة في موقع ولا أي حاجة. هتاخد الديزاين ده، لو أنت هتحط عليها أي مثلا كلام بالإنجليش، اكتب له الكلام ده وكمان هينفذوا لك الصورة كاملة مليون في المية. لكن لو انت عندك كلام بالعربي هتضيفه، لا الصورة مش هتطلع مظبوطة. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد الصورة فاضية، هنروح على اي موقع مثلا زي كانفا او غيره، هنكتب مثلا اسم المطعم بتاعنا، هنكتب العرض بتاعنا، وهنكتب السعر، وهنكتب بقى ايه البيانات. ادي الصور طلعت طبعا معانا من بدري. شايفين الجودة عاملة ازاي؟ حاجة رهيبة بجد يعني، مفيش احسن من كده. اي تعديل بقى، اي حاجة تيجي في دماغك اكتبها له وهينفذها لك على طول. إيه، لو الفيديو عجبك واستفدت منه اعمل لنا لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.